لأحد الفلاسفة الروسيين: كانت أمي دائما تقول لنا: اضحكوا في وجه أبيكم عندما يعود للمنزل، فالعالم في الخارج قاس جدا. نعم، نعاني من قسوة العالم الخارجي. مطلب الحياة صعب وصعب جدا. مطلب أن تلبي حاجات نفسك صعبة وصعبة جدا. أن تلبي رغباتك وتؤمن لأسرتك العيش الكريم صعبة، وربما في هذا العالم مستحيلة، وربما صعبة المنال. حينما نأتي من عالم متوحش نمر بها على الظالم والمظلوم، الطبيب والمريض، القاسي والضحية، الجاني والمجني عليه، الكاذب والصادق. في كل خطوة نمر على رجل أو على صفة أو على خلق، نمر على المتمرد والمستضعف، نمر على ذلك المتجبر على الناس وذلك الضعيف الذي يأكل حقه. فندخل إلى منزلنا. منزلنا هو الملاذ الأخير. لا نريد أن نرى به ظالما أو مظلوما، لا أريد أن أرى به متجبرا متكبرا أو متفلسفا على المستضعفين. فأحتاج فعلا أن أرى في وجوه أبنائي تلك الضحكة التي تنسيني قسوة العالم الخارجي. فأنت الملاذ الأخير. لو مشيت في طريق يعاني من البرد القارس، البرد الذي يجعلني أتذكر الموت، فإنه في النهاية لو جلست بجوار نار ودفء سأنسى البرد. لو جعت مهما جعت، حتى كدت أن أردى، لكن في النهاية إذا أكلت سأنسى ألم الجوع. هذه الأسرة. أنت المقر الأخير، أنت الملاذ الأخير. سأنسى العالم القاسي بك. أعجبتني هذه الأم، أم الفيلسوف، فهي علمتهم أن الأب حينما يأتي إلى العمل إنما يريد أن يرى جوا مستقرا، إنما يريد أن يرى الفرح والسرور، لأنه عانى ما عانى في يومه. يا سادة، هي عينك، هي عينك ترى بها ما تشاء، تنتقل بها كيفما تشاء. يا سيدي، انظر للحياة بنظرة تأمل وأمل. انظر للحياة بنظرة لا أريد أن أعكر حياتي، فيكفيني قسوة الدنيا. هيئ نفسك، وطن نفسك، جهز نفسك على أن يكون بيتك هو ذاك المستقر الروحي الجميل لك. روحنا تحتاج إلى راحة، أجسادنا تحتاج إلى مستقر، عقولنا تحتاج إلى فكر جميل، لكن ينهض من الأسرة وينمو من الأسرة، فهي الملاذ الأخير. هي عينك يا سيدي. لا تلومني إذا جلست في مقبرة تنظر للقبور ثم تأتي تقول أنا أعاني من الاكتئاب. طبعا ستعاني، و100% ستعاني. لا تأتي وتشاهد الحروب والدمار والدماء ثم تقول هذا العالم متوحش. طبعا متوحش. لا تأتي وتشاهد الأمراض والأوجاع بعينك ثم تقول أخشى أن أكون مريضا. طبعا أنت مريض وستخشى المرض، فعينك هي ترى فتنعكس في خاطرك ما ترى. يا سادة، الذي يراه الإنسان ينعكس على صورته النفسية. وتغنت العرب الماء والخضراء والوجه الحسن، تغنت العرب بالجمال وبالأودية، تغنت بكل ما هو جميل، لأنه يريح النفس ويعطي للنفس جمال الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام يضع ميتا في قبره فيرى فجوة بين اللبنات، فيقول عليه الصلاة والسلام سدها. فقال الرجل هل تؤذي الميت يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تؤذي الميت ولكنها تؤذي العين. لا تؤذوا هذه العين بما يؤذي المشاعر، لا تؤذوا هذه العين، فالعين ناقلة كالأذن، لا تسمع ما يؤذيك حتى لا تجرح ذاك القلب فيترتب عليه الذي يؤذيك. لا تشاهد ما يؤذيك حتى لا تجرح هذا القلب وهذه النفس وهذا العقل. نحن بحاجة أن نقف مع أنفسنا. بداية من الأسرة. ربوا أبناءكم، التفتوا إليهم، التفتوا لزوجاتكم، التفتوا لأسرتكم. اعلموا أنها الملاذ الأخير في هذا العالم القاسي. كل يسعى لراحته، كل يسعى لحياته أن تكون مستقرة، كل يسعى لمآله ومناله وسعادته، لكن أن تسعى دائما لهذا. لا يلومك أحد، لكن إياك أن تتخطى على جسد أحد أو أن تظلم أحد أو أن تعكس صورة سلبية عن نفسك وعن طموحك. احلم ما شئت، فالأحلام لا سقف لها، لكن إياك أن تبتغي بحلمك هذا سلم من المظلومين، سلما من قسوة على الناس، وأن تتجبر على الناس. فيا سيدي انظروا لعينكم أين تتجه ثم لوموا أنفسكم. لا تناموا بين القبور ثم تطالبون بأحلام وردية مع الحور العين. أينما وضعت رأسك ستنل من ذلك الموضع الراحة،
أو التعب، ما تضعه في عقلك ينعكس على نفسيتك وذاتك. ضعوا في عقولكم سأحيا بسعادة وتألق، سينعكس على نفسك. ضع في عقلك أن الحياة صعبة وهامشية، ونحن على الظلم نجري، ونحن ستجلس في زاويتك. يا سادة، أنا لا أسمع الموتى، ولكني أسمع تلك الخطوات وأنت تمشي في مسار الحياة.